عمرك صحيت من النوم لقيت في دماغك فكرة عبقرية ما تعرفش هي جات لك منين؟ كأنك وانت نايم كده في حد جه وحطها لك في علبة هدايا وقال لك اتفضل يا معلم. لو اجابتك يبقى انت واحد من ملايين البشر اللي بيحصل لهم السحر ده، ومفيش داعي للقلق. السحر ده ليه تفسير علمي بسيط لكنه مدهش، وده اللي هنعرفه سوا في رحلتنا في سلسلة ورشة النوم. ورشة النوم. الحقيقه ان موضوع النوم ده كبير قوي ومعقد جدا لدرجه ان ما يكفيهوش فيديو واحد. عشان كده انا قررت ان احنا نعمل سلسله فيديوهات هتكون ممتعه وهنكشف لك فيها اسرار كتير عن عقلك بس وانت نايم. وهنبدا النهارده باول سر في الاسرار دي. كوبايه القهوه الجميله بتاعتك وتعالى اقول لك على الزيتون. يلا بينا. في البدايه كده معظمنا اول ما بنقول كلمه نوم اول حاجه بتيجي في بالنا هي الراحه، السرير، الهدوء، كوبايه اللبن الدافيه بتاعت قبل النوم. بس الحقيقه ان النوم غير كده خالص. النوم مش مجرد فاصل اعلاني في يومك، ولا هو وضع طيران للمخ. مخنا وهو نايم بيبقى شغال زي النحله، يعني عكس ما انت متوقع تماما. احيانا بيشتغل بكفاءه اعلى بكتير من وانت صاحي. تخيل كده ان مخك ده عامل زي شركه كبيره وفيها جدول شيفتات. طول النهار بيبقى فيه مديرين وموظفين قاعدين على مكاتبهم وبيعملوا الشغل الروتيني اللي كلنا عارفين. لكن شيفت بالليل بقى لما الدنيا بتهدى بيجي بقى الموظفين بتوع قسم الابحاث والتطوير. دول بقى بيستلموا الشيفت ويبداوا شغلهم. ده بقى اسمه شيفت الفن والابداع. ده اللي بيطلع منه الافكار المجنونه. عشان كده لما تحس انك قفلت معاك وفي مشكله مش لاقي لها حل، فالحل مش انك تشرب قهوه وتقعد تعصر في دماغك. على فكره الحل ممكن يكون ابسط من كده. ممكن يكون الحل اللي هو حضن كبير للمخده. يا باولو يا باولو يا باولو باولو منتج يا باولو. ده مش منتج كلامي يا انا باولو. على فكره، ده كلام العلم اللي بيفاجئنا كل يوم. طيب يا ترى ايه اللي بيحصل بالظبط جوه المخ في الورديه بتاعت بالليل دي؟ خلينا نفصصها واحده واحده ولكن بمنتهى البساطه. اول تفصيله لازم نكون عارفينها ان النوم ده مش نوع واحد يا جماعه. مش مجرد انك بتغمض عينيك وتطفي النور. النوم ده ليه كذا مرحله، كانك كده طالع السلم. طبعا احنا مش هنعقد الدنيا لكن هنركز على اهم مراحل في عمل الفنان اللي جواه. النوم عباره عن مراحل، واول مرحله فيهم النوم الخفيف. أول ما بتنام بتبدأ رحلتك في النوم الخفيف، وهي مرحلة انتقالية ما بين اليقظة والنوم. دي بتتميز إن في بطء في حركة العين، تباطؤ في ضربات القلب ونشاط العضلات. يعني جسمك بيبدأ يقفل المفاتيح واحدة واحدة. خلصنا كده أول مرحلة، ندخل بقى على المرحلة اللي بعدها. ودي بقى المرحلة اللي لو حد جه صحاك فيها انت ممكن تتخانق معاه حرفيا. كأنك كده بالظبط بتكون في غيبوبة مؤقتة مستعد تعمل اي حاجة عشان خاطر تكمل نوم. في المرحلة دي بقى مخك بيعمل شغل جبار، بيرتب، بيحذف، بيفلتر، بيبقى عامل كده كأنه مكنسة شغال يمسح كل المعلومات الزيادة اللي ملهاش لازمة اللي انت جمعتها على مدار اليوم كامل. وكمان في المرحلة دي مخك بيقوي الروابط العصبية للمعلومات المهمة اللي المفروض ان هو يفتكرها. كأنه كده بيقلب في دماغك ويقول دي معلومة مهمة خليها تنفعني، دي معلومه تافهه ارمي يابا، وهكذا. مش تفسر انت بتقول لي ايه؟ هديك مثال يفهمك ايه اللي بيحصل في مخك في الوقت ده. تخيل كده انك دخلت اوضتك بعد يوم طويل، رميت هدومك في ناحيه ورميت كتبك في ناحيه وفي اكل مرمي هنا وفي دراع بلاي ستيشن مرمي هناك. النوم العميق بقى هو ماما اللي هتيجي ترتب ورا منك العك ده كله. هو اللي بيلم الليله دي جوه دماغك عشان تصحى رايق وفايق ومصحصح لليوم الجديد. كده احنا خلصنا تاني مرحله بكل بساطه. هندخل على اخر مرحله، نجم الليله، المسرح الكبير للابداع. وصل الراعي الرسمي مهرجان النهارده. في المرحلة دي من النوم بعد ما المخ بيكون نظف ورتب بيجي بقى دور السحر اللي بيطلع لك الأفكار في علبة هدايا، الريم أو مرحلة حركة العين السريعة. في المرحلة دي المخ بيوصل لمرحلة من النشاط كأنه صاحي بالظبط، بل ممكن يكون نشط بشكل أكبر من وأنت صاحي. تخيل. ودي المرحلة اللي بتحصل فيها الأحلام. المخ هنا بيعمل دمج ما بين أفكار ومعلومات عمره ما كان هيجي في بالك إنها ممكن تتربط ببعض. مخك كده بيبقى عامل كأنه بالظبط دي جي في حفلة كبيرة، قاعد بقى يخلط أفكار من الشغل على أفكار من اللي شفته طول اليوم في الشارع على أغنية عجبتك وانت راكب التوك توك، ويعمل منهم كلهم كوكتيل ريميكس مجنون. فكره قديمه من هنا على مشهد شفته امبارح على جمله حد قالها لك من اسبوع، ويقلبهم كده في الخلاط ويطلع لك بفكره جديده خالص. وخلي بالك ده مش عك، ممكن الفكره دي تبقى هي اكبر حل للمشكله اللي انت مش عارف تحلها بقالك مده كبيره. عشان كده احيانا كتير بتلاقي فكره المشروع او حل المشكله جات لك فجاه في نص النوم او اول ما تصحى من النوم. هتقول لي يا عم اسامه يعني انت عايز تفهمني ان مخي بيعمل كل الكلام ده وانا نايم؟ بيعمل كل الكلام ده وانت نايم. ومش انت بس على فكره، ده في ناس عباقره كتير غيروا التاريخ كان بيحصل معاهم كده بالظبط. هديك امثله يا سيدي. ماندليف بتاع الجدول الدوري، انت فاكر ان الراجل الطيب دوت عمل الجدول الدوري للعناصر ازاي؟ الراجل ده قعد سنين يحاول يرص العناصر دي، دماغه باظت من كتر التفكير، لحد ما في يوم من الايام تعب وهو شغال، دخل نام، صحي من النوم لقى الجدول
كله مترتب قدام عينه كانه اتعمل له سوفت وير بالظبط وهو نايم. ومش بس كده، عندك توماس اديسون، الراجل ده كان بيعمل حاجه غريبه قوي، كان بينام وهو ماسك حاجه معدن في ايديه علشان خاطر اول ما ينام والمعدن يقع من ايده يقوم مفزوع من النوم، لانه عارف ان هي دي اللحظه اللي مخه هيطلع له فيها الذهب. ومش بس كده، انا هديك بقى المعلم الكبير اينشتاين في كتابات كتير كان بيعتبر ان النوم والخيال اهم عنده من الدراسه. كل الناس دي فهمت ان النوم مش كسل، ده ورشه العباقره السريه. سامعك اللي هناك وهتقول لي ما انا برضه يعني مش اينشتاين ولا توماس اديسون، بس الحقيقه ان كل واحد فينا عنده قدره ان دماغه تشتغل بالطريقه دي. على فكره لو عرفت تحترم النوم وتنظمه كويس وتسجل افكارك، هتتفاجئ ان دماغك ممكن تطلع افكار انت ما كنتش تتخيلها حتى من الكوابيس. طيب كل ده كلام جميل وحلو، يا ترى بقى لو احنا ما نمناش كويس ايه اللي هيحصل؟ هنا بقى يا معلم هقول لك ان المصنع بيتعطل او بيشتغل يعني بنص طاقه. تخيل كده ان في شركه ضخمه زي اللي اتكلمنا عنها في الاول، مفيش عمال بتيجي بالليل، مفيش قسم ابحاث وتطوير بيجي بالليل، النتيجه انه مفيش نظافه ومفيش ترتيب ومفيش اي افكار جديده. عقلك بيبقى عامل بالظبط زي شبكه النت في مصر، يا دوب بيفتح بالعافيه وبيقوم بالاساسيات وبصعوبه. هتحس ان دماغك حرفيا مقفله. عشان كده قله النوم مش مجرد ارهاق، دي بتسرق منك قدرتك على التفكير خارج الصندوق والقدره على حل المشكلات والابتكار، كانك بتطفي اللمبه اللي بتنور لك دماغك. خلاصة الكلام يا جماعة وعشان ما اطولش عليك، النوم مش رفاهية، ده مصنع افكار وورشة عمل عبقرية شغالة معاك طول الليل وكل يوم. احنا بس محتاجين ان احنا ندي مخنا الفرصة دي، نسيبه يعمل شغله، لان قلة النوم مش كويسة وليها عواقب كتير. وقلة النوم يعني قلة الاحلام اللي فيها افكار عبقرية. بس يا ترى ازاي بقى الاحلام دي اصلا بتجن؟ وهل اي حلم كده ممكن يبقى مصدر الهام وعبقرية؟ في الحقيقة لا، الاحلام انواع. وعلى فكرة في طريقة لتهكير الحلم، الطريقة دي بسيطة وهتخليك تستغل نومك صح وتطلع الفنان اللي جواك. كل الاسرار دي واكتر منها هنكشفها في الحلقه اللي جايه من سلسله ورشه النوم. فما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان ما تفوتكش اي حلقه. سلام.